مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. وفيلمنا النهاردة فيلمنا النهاردة صاحبة الملاليم. تاريخ العرض 26 سبتمبر 1949. مدة عرض الفيلم 85 دقيقة. عمر الفيلم 75 سنة. من إخراج عز الدين ذو الفقار. أما مساعد المخرج عبد المنعم شكري. وتأليف يوسف جوهر. قصة وسيناريو وحوار عز الدين ذو الفقار. أما عن طاقم العمل: محمد فوزي، كاميليا، شادية، إسماعيل ياسين، سوريا حلمي، صلاح نظمي، محمد عبد القدوس، هند رستم، نيلي مظلوم، سعاد أحمد، عبد العزيز حمدي، عبد الحميد زكي، صفية ثروت، ومحمود نصير. قصة الفيلم بتدور حوالين 3 بنات: سهام ونبيلة وسنية، والتلاتة اخوات فقراء وأيتام، وعايشين في شقة بسيطة جدا في أحد المناطق الشعبية. وعندهم عم غني جدا بس كان بخيل وما بيرضاش يصرف عليهم. شاء القدر إن يخبط عليهم محامي ويقول لهم عمكم مات، المفروض تيجوا تستلموا الورث، والورث ده 500 جنيه. فقرروا إن هم ياخدوهم ويطلعوا بيهم على اسكندرية علشان يصطادوا عرسان أغنياء. عملوا تمثيلية أول ما دخلوا على الأوتيل، وفهموا الراجل إن هي مليونيرة جامدة جدا، وإن نبيلة الوظيفة بتاعتها وثانية دي الشغالة بتاعتهم. وأول ما دخلوا أعجبت بواحد اسمه سمير. سمير ده كان مليونير بس شحات، لأنه كان غني جدا وأعلن إفلاسه، فكان محتاج واحدة يتجوزها غنية علشان تعمل له معادلة، يعني ياخد فلوسها ويرجع غني تاني عشان أبوه حرمه من الورث. وشاب تاني اسمه كمال. الشاب ده كان مليونير جامد جدا بس كان معجب بسهام، وهي سهام ما كانتش معجبة بيه، كانت معجبة بسمير. أما اللي كانت معجبة بيه بجد هي نبيلة، اللي هي مين؟ شادية. والشاب ده صلاح نظمي. المهم سمير كان صريح جدا مع مين؟ مع سهام، وقال لها الحقيقة. قال لها ان هو فقير لان ابوه حرمه من الورث علشان الثروة بتاعته كلها ضيعها وعلن افلاسه، فهو محتاج الثروة بتاعتها علشان يرجع تاني غني. هي كمان اعترفت له وقالت له ان هي بنت فقيرة جدا وجت هنا بالصدفة، وكل اللي هي عايزاه ان هي تتجوز واحد غني يصرف عليها. فاضطر ان هو يسيبها واتخطبت لكمال اللي هو صلاح نظمي اللي شادية بتحبه، يعني اللي اختها بتحبه. وكل ده وشادية ما اتكلمتش ولا قالت لها ان هي بتحبه حتى. في الوقت ده اسماعيل ياسين حب مين؟ حب البنت التالتة اللي هي ثانية، سوريا حلمي. اسماعيل ياسين كان جرسون في الاوتيل وعارفها بقى شغالة زيه وكده، فحبها. اول ما حبها قالت له الحقيقة، فقرر ان هو يفضحهم هما التلاتة. حبوا ان هما يسكتوه، مفيش فايدة. فسوريا حلمي قالت له يعني انت مش عايزنا ان احنا نتجوز؟ قال لها طبعا عايز ان احنا نتجوز، بس اخواتك كدابين. قالت له فيها ايه؟ المهم اقتنع بالفكرة ان هما طالما هو عارف حقيقتها يبقى خلاص المشكلة مش معاه هو، وبقى يساعدهم. جه كمال وخد سهام واخواتها
وطلع بيها على العزبة بتاعت أبوه. وهو هناك سهام حبت أو حست بحب سمير، إن هي متقدرش تستغنى عنه مع إنه فقير. وسمير كمان حس بناحيتها بالحب، وحس إن هي كده هتضيع من إيده، فقرر إن هو يسبقها على العزبة وراح لها على هناك، واعترف لها إن هو ميقدرش يستغنى عنها. وهي قالت له أنا بنت فقيرة مش هقدر أحللك مشاكلك. فقال لها خلاص مش مشكلة، أعيش معاكو ونبدأ من الصفر، وأحاول إن أنا أتصرف. ومفيش بني آدم بيبدأ كبير من أول مرة، ولازم أتعب وأشقى علشان كمان أبويا يرجع لي فلوسه تاني، ويرجع الثقة ما بيني وما بينه، وبقى مواطن يعني. في الوقت ده صلاح نظمي اللي هو كمال شاف نبيلة قد ايه بتهتم بيه وقد ايه هي معجبة بيه، فقرر ان هو يروح لسهام ويعتذر عن الخطوبة ويفسخها علشان يتجوز اختها. وهو رايح يعترف لها بالحقيقة، لقى سهام وسمير بيحضنوا بعض. فأول ما شافته طبعا اتخضت وما بقتش عارفة تقوله ايه. هو قعد يضحك وقال لها انا عارف ان انتوا بتحبوا بعض، وانا كمان اكتشفت اني مش بحبك، انا بحب نبيلة اختك، فمعلش بقى انا هتجوزها. وفي نهاية الفيلم صلاح نظمي اتجوز نبيلة، وسمير اتجوز سهام اللي هو محمد فوزي اتجوز كاميليا، وسوريا حلمي اتجوزت اسماعيل ياسين، وعاشوا نهاية سعيدة. وكمان عاشوا في العزبة بتاعة كمال اللي هو صلاح نصر. شكرا جدا.